السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ماذا بكم الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع. ماذا بكم يعني كامل تهبطوا يا خاوتي وتخليوا اللايكات تاعكم، خليوا اللايكات تاعكم باش خاوتنا يدخلوا. نبداو بربي ان شاء الله في الفيديو تاعنا، والموضوع المهم بالبزاف. تسمى كامل ديروا اللايكات يا خاوتي، ديروا اللايكات يا خاوتي، ديروا اللايكات. العرب هذو راكم تشوفوا يا خاوتي اكبر خونة في التاريخ. والله غير التاريخ راح يحطكم في واحد المكان يا الدول العربية بزاف قادر، بزاف خامش كيما انتوما. على كل حال كامل خليوا اللايكات. وعليكم السلام خاوتنا وبداو يدخلوا. كامل ماذا بكم كامل نسحقكم كامل يد وحدة، اهبطوا لتحت وخليوا اللايكات، لأن الموضوع هذا نسحقه يوصل للجميع. راني مقلق من الاخر يا خاوتي، راني مقلق من الخيانة العربية. ودولة عربية يعني ما كناش نستنوها منها دخلت إلى قائمة الخيانة. أنعمه يا خاوتي، دخلت إلى قائمة الخيانة للأسف الشديد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. المهم شوفوا يا خاوتي، راهي مخلطة في اليمن. شكون اللي راهم يضربوا في اليمن؟ الامريكان وزيدوا لها بريطانيا. نعم الامريكان وزيدوا لها بريطانيا. المشكل ماهوش هنا، نعرفوهم باللي هذو الدول ما يسواوش، نعرفوهم باللي هذو الدول يا والله ما فيهم ريحة رجالة من الاخر. المشكل العويص انه الدول العربية شاركت في الحاجة هذه، كاين 3 دول. عندك الدولة الأولى يا خاوتي، واللي هي البحرين، واللي شكرها رئيس بايدن على المساهمة. على باليش بواش كش ما داروا لهم دجاج بروز ولا داروا لهم كشعشة مليح للقوات تاع أمريكا وبريطانيا. هذه الأولى. ثاني دولة واللي هي السعودية، واللي شاركت عن طريق فتح الأجواء تاعها، الأجواء الخانزة الفايحة تاعها. نعم يا خاوتي. الحاجة الطروازيام، والدولة الطروازيام هي اللي راهي مشوكيتني، والله راهي مشوكيتني، واللي هي دويلة قطر يا خاوتي دخلت في الحكاية هذه للأسف الشديد. كنا مقادرينها قطر، لكن دخلت مليح في الحكاية هذه عن طريق أنه القاعدة اللي انطلقت منها الطيارات الأمريكية كانت من قطر، من وسط الأراضي القطرية. يا خاوتي كامل خليوا اللايكات، الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع. شاركوا مع أصحابكم، اللايكات تاعكم دبروا ريسانكم. كامل اهبطوا خليوا اللايكات، لأن المعلومات هذه نسحقها توصل للجميع. قطر ساهمت عن طريق قلت لكم عن طريق يعني سواء بفتح المجال تاعها الجوي أمام الطائرات الأمريكية، أو أنه كانت يعني مصدر لانطلاق الطائرات الأمريكية باتجاه خاوتنا في اليمن. خاوتنا في اليمن الآن راهم يتقصفوا بدعم من بدعم من السعودية، بدعم من البحرين، وبدعم من قطر. وكش ما كاين دولة أخرى مشاركة قولوا لي يا خاوتي، بالك أنا ما على باليش. لكن يا إخوتي الكرام الخيانة العربية بانت، أصبحت واضحة للجميع. ثم يا الجزائر ويا الجزائريين لازم ننساو حكاية الدول العربية. ما كانش دول عربية وما كان جامعة الدول العربية، وإنما نورمالمون يسميوها جامعة الدول المنبطحة. والدولة الوحيدة يا خوتي وكالعادة، الدولة الوحيدة اللي راهي كما نقولوا راهي وحدها الجزائر الوحيدة في العالم سواء العربي ولا العالم الأجنبي اللي دارت تدخل تاع رجالة. أصدرت بيان، وفي هذا البيان كان شديد اللهجة: افتخروا ببلادكم. أنا نحير في الناس يعني اللي ما يفتخروش بأنهم جزائريين، والله نحير فيهم. افتخروا ببلادكم يا خاوتي. شوفوا مليح، راح نديكم الآن إلى هنا، راح تشوفوا يا إخوتي الكرام يعني وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، والتي يعني أكدت ما جاء البارحة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي من قبل يعني الوفد الجزائري. نفس الخطاب. شوفوا وش قالت لهم: تعرب الجزائر عن قلقها البالغ وأسفها جراء القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن من الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد بأن هذا التصعيد الخطير سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن.
كما تجدد الجزائر تأكيدها بأن مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يرتكبه هذاك الاحتلال الصهيوني. وصفوه بالاحتلال. أتحدى دولة عربية دير بيان كما هذا. كل الدول العربية أنتم مشاركين في الحاجة هذه. من مجازر في قطاع غزة منذ 3 أشهر وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء. وإذ تؤكد الجزائر مجددا موقفها الداعي إلى وقف التدخلات العسكرية لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم ويدفع ثمنها المدنيون العزل، فإنها تناشد جميع الأطراف لوقف هذا التصعيد الأمريكي الخطير والغير المتناسب والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة. يا خوتي سبحان الله، العالم هذا منافق، العالم هذا أكبر عالم منافق. يعني والله النفاق اللي راه في العالم أنا حرت فيه. أمريكا ما عندهاش هنا يا خوتي، هنا برك دارت بيان واتهمت الجزائر بأنها تضيق على الحريات الدينية وأنها تنتهك حقوق الإنسان. فرنسا من هناك أيضا دائما يعني مصدعت لنا رسالنا في البرلمان تاعها الأوروبي، يعني البرلمان هذاك تاعهم هذاك، ويقول لك باللي الجزائر ما عندهاش حقوق الإنسان والجزائر تقمع الصحافة وكذا حرية التعبير ومنا يا خاوتي. اليوم الجزائر هي اللي راهي تقول لهم يا ودي بركاو بلا تمسخير التدخلات الأجنبية تاعكم، والماريكان راهي تقصف في المدنيين العزل. سبحان الله. لذلك ما تصدقوش البيانات تاعهم، لذلك البيانات تاع هذو الناس ما تزيدوش كامل تخدموا عليهم، ما تبنيوش عليهم يعني الأسس تاع التخمام تاعكم يا الجزائريين، لأنه هذو البلدان دول منافقة، دول خائنة من الأخر، من الطرف للطرف. والدول العربية الآن اتضح كل شيء ولا قدامنا أشدي من الأخر، ولينا نشوفه مليح منا والجاي. كش ما تجي دولة أخرى وتحكي على رجولة نقولوا لها أي مشي طيري من هنايا من الأخر هذه هي يا خاوتي. سبحان الله. ونطالب يعني رئيس الجمهورية يا تبون ماذا بيك تخرجنا من جامعة الدول العربية، ما هيش دول عربية وإنما أصبحت جامعة الدول الخائنة المطبعة. والله كما نقول لكم يا خاوتي ولات أصبحت جامعة الدول المطبعة. وش تمسخير هذا خاوتي؟ الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع، يعني كامل خليوا اللايكات تاعكم كامل اهبطوا خليوا اللايكات تاعكم، ما راكم خاسرين والو. الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع. والله تقلقت تاع الصح، كاين واحد سقساني قال لي علاش راك مقلق كيما هكا، تقلقت تاع الصح، لانه هذو الدول كانوا يقولوا لنا باللي حنايا نحفظوا السلم والامن في العالم وكذا ومنا، راكم فاهمين يا خاوتي. واذا بهم نلقاهم راهم يعني يديروا في كوارث ونشوفوها بعينينا الكوارث. الخاوتنا يعني تاع اليمن، الخاوتنا رجال الابطال، نتحي لكم اليوم وغدوه وغير غدوه وبعد غدوه، والحمد لله انه خلقنا جزائريين. اقسم بالله الحمد لله انه خلقنا جزائريين، الحمد لله. نفتخر بالجنسيه الجزائريه يا اخويا، نفتخر بالجنسيه الجزائريه، واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط من الاخر. تحيا الجزائر يا اخي حاله. نعم هذوك يجيهم الدور بالعقل. السعوديه دخلتها لنا بمبدا انه هي دوله راهي تخمم غير في التحضر. كي قلنا لهم علاش راكم تجيبوا المغنيين يعني المكان يزوروه كل المسلمين، عم بالكم ايش قالوا لنا يا الجزائريين؟ قالوا لنا حنا رانا نخمموا في التحضر. نعم نخمموا في التحضر، نجيبوا مغنيين يغنيوا، نجيبوا شاكيرا، نجيبوا كذا لشعب يهم هذاك الشعب تاعهم المكبوت. راكم فاهمين؟ الشعب تاعهم والله ما يسوى من الاخر، راني نقولها لكم. قال لك يا اخويا معليش حنايا متحضرين، قلنا لهم معليش نشوفوا التحضر تاعكم هذا. عم بالكم شي هو التحضر تاعهم يا خاوتي؟ انه يوليو تحت اقدام تاع الامريكان وجماعه الصوص، هذا هو التحضر تاعهم. راكم تشوفوا بعينيكم الان، فتحوا الاجواء تاعهم وقالوا لهم يا امريكا اقصفي، يا بريطانيا اقصفي، ديري لي عليك. شفتوا يا خاوتي؟ هذا هو التحضر.
تقطع اللايف يا خوتي بسبة السينيال، هاكم تشوفوا تقطع اللايف بسبة السينيال. المهم هذه الهدرة اللي لازم توصل للجميع، والله كارثة. وخلاص نقرأ شوية تعليقات، ربي معاهم ان شاء الله، هذا ما كان، ربي معاهم، هذه هي، هذا وش نقولوا يا خوتي، ربي معاهم. وهذه نعم نعم عندهم قواعد عسكرية في كل الدول الخليجية وفي كل الدول في العالم، كاين قواعد عسكرية أمريكية. وأتحدى أي دولة عربية ما تكونش عندها قاعدة عسكرية أمريكية، من غير دولة واحدة، هي دولة أسيادكم يا العرب، الجزائر. نقطة عد إلى السطر كامل يا خوتي. خليوا برك اللايكات باش يوصل الفيديو للجميع. السلام عليكم، نتلاقاو من بعد إن شاء الله ولا غدوة، المهم نتلاقاو وخلاص. هاي في الأمان.